يا هلا والله ويسعد لي أوقاتكم يا رب بكل خير، وشكرا لكمية الرسائل اللي وصلتني. شكرا لدعمكم، شكرا لكلماتكم اللطيفة، وشكرا لدعواتكم. الله يشملكم بدعواتكم ويرزقكم أضعافها. فيديو اليوم حيكون وصفات. أنا بقسم الفيديوهات بخليها مرة وصفات، ومرة يكون يعني شيء تستفيدون منه، مثلا الحاجات اللي أنا اشتريتها، ترتيبات البيت، الفرزنة وهالأمور. إن شاء الله أنكم تنبسطون في قناتي، بس أنتوا لا تقصرون معايا في اللايكات والنشر، والله يعطيكم حتى يرضيكم. هالوصفة مرة لذيذة، أحب أسويها بين فترة وفترة. اللي هي البيض المسلوق مع كشنة الطماطم. إن حبيتي تسوينها في المقلة براحتك، أنا عندي هنا هذا الفخار أحب أسوي فيه الحمصات، مرة لذيذ ويعطي نكهة في الأكل، وغير كذا يحتفظ لك بالحرارة. وكذا خلص فطوري ما شاء الله تبارك الله، سريع وسهل. وصراحة أنا ما استغنى عن القهوة، يعني لازم كوب القهوة. أي نوع أنا أشرب، يعني مرات تكون قهوة يكون بنها جديد أنا أطحنها بنفسي وأبخر الحليب واستخدمها، ومرات لا والله أخذ الباكيتات وأسويها اللي هي قهوة سريعة التحضير. ما شاء الله تبارك الله. وخلص فطوري، ويلا خلونا نشوف وصفتنا الثانية اللي هي حلا. سويها عصرية لقهوتك، حلا سهل وسريع ومقاديره مرة بسيطة وسهلة. بس كل اللي عليك انك تحطينها في محضرة الطعام اللي هي علبة القشطة، مع شوية حليب سايل، وتضيفين دريم ويب. إن ما عندك دريم ويب استخدمي الكريم كراميل. أنا ححط النوعين دريم ويب وكريم كراميل. طيب الآن حضيف الجبنة كيري، أي جبن مربعات عندك استخدميها، مو شرط نفس هالشركة. وعشان طعم القهوة راح أضيف باكت من اللاتيه أو القهوة الباردة، أو إذا ما عندك من الباكيتات هذه حطي شوية نسكافيه. طيب أضفت شوية حليب مكثف محلى. عندي هنا النسكافيه حليته في موية وحغطس فيها البسكوت. أنا هنا استخدمت بسكوت الجوزاء. راح أسوي طبقتين من البسكوت، إن حبيتي تسوين 3 طبقات براحتك. الشي الثاني استخدمت صينية بايركس الحجم الوسط. خلصت من البسكوت، غطسته في النسكافيه وصفيته بالصينية. الآن حصب الخلطة اللي خلطناها في الخلاط، حضيفها على البسكوت وبعدين حزينها. عندي هذه كرات البسكوت المغطاة بالشوكولاتة، لو حبيتي تزينينها في مكسرات أو إن حبيتي في الشوكولاتة المبشورة، لكن أنا بزينها في كرات البسكوت. إذا عندك ملتيزر برضو يفي بالغرض. حصفها على الصينية بهالشكل. دخلت الصينية الثلاجة وتركتها تتماسك وتبرد، وقدمتها اليوم الثاني. أنا سويتها بالليل، اليوم الثاني العصر سويت لها قهوة وتقهوينا عليها، مرة خفيفة الحلا ولذيذ. جربوا هالطريقة ويا رب إنه يعجبكم. نشوف وصفتنا الثانية. هذه آخر وصفة أسويها بالفيديو اليوم. عندي هنا عجينة عجنتها وتركتها تتخمر. تبارك الرحمن، هالعجينة أنا معتمدتها من فترة، أسوي فيها كل أنواع المعجنات والفطائر. رشيت السطح بالدقيق، ما شاء الله تبارك الله كيف طرية. حقسمها على عدد الصواني اللي بفرد فيها العجينة.
كل كورة بفردها بالصينية اللي مخصصة لها. عندي 3 صواني، حفرد كل حبة في صينية. شوفوا أنا أحب أستخدم هذه الصينية، الصدق هي لها فترة يعني قديمة عندي، يمكن تقريبا لها 3 أو 4 سنوات، ما شاء الله تبارك الله تتحمل. أخذتها ب65 أتوقع، مدري ب50، والله ناسية. أخذتها من هايبر بندا، موجودة في أغلب محلات الأواني المنزلية، بس حاولوا أنكم تاخذون الأصلية، لأن اللي ما هي بأصلية ما تقعد عندك، تتقشر على طول. فهذه ما شاء الله تبارك الله شوفوا لها عمر عندي. والحلو فيها إن فيها فتحات من تحت، تدخلها حرارة الفرن وحتطلع لك الفطيرة مقرمشة كأنك طالبة البيتزا من برا. طيب، بعد ما فردت العجينة حطيت الحشوة عندي. أنا أحب البطاطس المهروسة، مرة تعجبني بالبيتزا، فحطيت طبقة جبن سايل وحطيت الحشوة الثانية اللي هي بطاطس مهروسة. بعد ما وزعت الحشوة عندي تبارك الرحمن ضغطتها في الملعقة حتى تمسك في العجينة، وبعدين حطيت جبن موزاريلا، أي شركة عندك، وأنصحك بشركة البقرات الثلاث، هي أفضل نوع أنا جربته. خلصنا من الصينية الأولى، حنسوي الصينية الثانية اللي هي حشوة البيتزا. البيتزا أحب أحط لها شوية جبن سايل، تعطيها لذاذة مرة لذيذة، جربوها. وكذلك أحب إضافة الدجاج المقلي، هذا الدجاج مقلي جاهز، من شركة الكبير، تلقونه بقسم المجمدات في أي سوبر ماركت تحصلون منتجات الكبير. وبعدين حغطيها بالجبنة الموزاريلا، أو إذا عندك جبن شيدر. دخلتها الفرن، شغلت عليها من فوق ومن تحت على حرارة 180 درجة. أول ما تتحمر من تحت أرفعها للرف العلوي، تاخذ لها لون وذوب الجبن، وبعدين حطلعها. لو حبيتوا تقدمونها مع المشروب الساخن اللي هو الشاي أو الكرك أو الحليب براحتكم، لكن أنا قدمتها مع مشروب مرة لذيذ. اعتمدوا عصير توت المراعي مع شرايح ليمون ونعناع، وضيفوا شوية سفنب، مرة لذيذ المشروب، جربوه. وبكذا خلصنا وصفتنا اليوم. حكتب لكم كل مكونات وصفاتنا تحت في الأسفل، ويا ربي عليكم بالعافية، ولا تنسون اللايك والكومنت، واستودعناكم الله، ويعطيكم ألف عافية على المتابعة.